كل ما الصورة هتتكرر قدامك تأكد إن طريقة تفكيرك بتتغير بالتدريج وأنت مش واخد بالك. بس قبل ما أبدأ أنا نرمين هيكل، لما بتحبوا المحتوى بتاعنا ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب وتابعوا معانا بقية الحلقة عشان فيها كلام مهم. أقول لك سر صغير صادم جدا وهتستغرب جدا لما تعرفه. كل الحاجات اللي أنت فاكر نفسك بتحبها الحقيقة إنك اتبرمجت إنك تحبها. أغلب الحاجات اللي أنت بتحبها ما كانتش اختيارك الحر. زي مثلا كده علاقة الحب بالورد. الثراء مثلا مرتبط بالسيجار وبالبدلة وبالعربية الفارهة. الروقان والهدوء كده والسلام النفسي مرتبط بكوباية القهوة والهدوء وصوت فيروز. كل الحاجات اللي اتكررت قدامك وانت صغير مخك ابتدى يربطها ببعض وابتدى يصدق انها حقيقة، وابتدى يصدق ان مفيش حب من غير ورد ومفيش روقان من غير صوت فيروز وكوباية القهوة. في حاجة في علم النفس اسمها الربط الشرطي. في يوم كان في عالم روسي بيعمل بحث بسيط كده عن الهضم عند الكلاب، وكان بيحاول يقيس كمية اللعاب اللي بيفرزها الكلب وهو بياكل، لكن وقتها لاحظ حاجة غريبة جدا. لاحظ الكلب ابتدى يفرز لعاب بطريقة أكتر كل ما يشوف الشخص اللي أصلا بيقدم له الأكل، وساعتها العالم استغرب واستوقفه جدا ليه الكلب ابتدى يستعد قبل ما الأكل يجي. أصلا كده تجربة مع الكلب إن كل ما يقدم له الأكل يرن جرس صغير كده، وكرر التجربة دي كتير جدا. وبعد فترة كده ابتدى يلاحظ إن الكلب أول ما يسمع أي جرس لعابه بيصير، وإن الجرس حتى اللي صوته عادي ابتدى يرتبط في دماغ الكلب بالأكل. الملفت للنظر بقى إن ده اللي بيحصل لمخنا بطريقة أكتر تعقيدا كل يوم تقريبا. كل يوم في إعلانات بتأثر عليك، في رموز، في كلام بيتكرر كده. بقى احنا فهمنا إن الارتباط الشرطي اللي في مخنا ده نتج عن تكرار الصور والكلام والرموز طول الوقت على مخنا. المشكلة بقى الأكبر والأخطر في الموضوع ده إن يبقى في حد متلاعب كده فهم اللعبة دي، يبتدي يستخدم ده ضدك، يبتدي يكرر عليك الصورة اللي عايزك تصدقها. والحقيقة إن الصور اللي انتشرت حوالينا قوي عن طريق السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عموما، الصورة كل يوم بتتكرر، فابتدت البنت تختزل جمالها في الفيلر، في الشعر الطويل الأسود، في شكل الجسم بطريقة معينة، طريقة الكلام بطريقة معينة. وللأسف من كتر تكرار الصورة دي مثلا بقت البنت شايفة إن ده نموذج الجمال بالنسبة لها. الولد الشقي اللي بيعرف ياخد حقه من الناس، اللي رده على طول حاضر. الكلام اللي اتكرر طول الوقت في المهرجانات بقت الصورة المثالية للشاب اللي لسه بيبتدي حياته. هو شايف نفسه لو قدر يحقق الصورة اللي شافها دي كده وصل اللي هو بيتمنى. والحقيقة إن اللي حصل زمان في تجربة بافالو هو اللي بيحصل معانا دلوقتي تحديدا، لدرجة إنك لما بتشوف حاجة معينة بتتخيل إن هي دي السعادة الحقيقية. والغريب بقى أول ما توصل لها تحس إنك مش راضي عن نفسك. أقول لكم بقى مثل بسيط قوي كده يقدر يخليك تفهم دماغك شغالة إزاي. الحقيقة من فترة كده كنت بجيب سيرة مكن القهوة أنا وأختي، والحقيقة إن أنا كان نفسي في مكنة قهوة معينة، وطبعا من ساعة ما جبت سيرتها شفت إعلاناتها كتير جدا أكتر من اللزوم. والحقيقة كل ما أفتح ابلكيشن أو أشوف إعلان ليها ابتدي أنقم على كوباية القهوة اللي أنا باشربها، وكأني حاسة إن كوباية القهوة اللي أنا هاشربها بمكنة القهوة دي أكيد هتبقى أكثر جودة، هتقربني أكتر لكوباية القهوة المثالية اللي أنا باتمناها. الجزء الكوميدي والصادم في الموضوع إن أنا بعد فترة كده كنت في زيارة لواحدة من أصحابي وقاعدين بنتكلم إن أنا كان نفسي في مكنة قهوة معينة يعني. قالت لي إن أنا جبت واحدة وطلعت وحشة جدا، والحقيقة إن أنا اتخميت فيها ودي أكتر فلوس أنا زعلت إن أنا صرفتها. وبالصدفة وأنا باشوف ماكينة قهوة باقول لها: "طب ورّيها لي، طب ليه الموديل إيه اللي مش عاجبِك فيها؟" بالصدفة الحقيقة إن المكنة اللي هي كانت جايباها هي نفس المكنة اللي أنا كان نفسي فيها. والكوميدي إن أنا طول ما أنا مروّحة بافكّر قد إيه أنا تم استغلالي عن طريق الصورة اللي اتكرّرت طول الوقت، وعن طريق شكل الإعلان اللي بيقول لك إنه هيدّيك كوباية قهوة مثالية، وقد إيه هتحس بالاسترخاء لمّا تشرب كوباية القهوة اللي نِفْسك فيها في المكنة دي تحديدًا. والحقيقة إن أنا يمكن عشان أنا باراقب أفكاري، يمكن قدرت أربط ما بين فكرة الصورة اللي اتكرّرت، وابتديت أفهم أنا ليه اتسحبت ناحية ماكينة القهوة دي. مش كل الناس بتعرف إن الصورة اللي اتكرّرت عليها الحقيقة إن إحنا الإيجو بتاعنا بيحب يفسّر الأمور لمصلحتنا، فدايمًا متخيلين الأفكار ديّة من جوانا وبإرادتنا الحرة، وده عاري تمامًا عن الصحة، وخصوصًا في عصر السوشيال ميديا اللي بيتكرّر فيه أفكار كتير جدًا، احتمال كتير تكون أفكار سلبية وظالمة. عصر السوشيال ميديا اللي طول الوقت بيكرروا عليك صورة عشان تصدقها. الحقيقة إن الناس دي عارفة هي بتعمل إيه. الصور اللي بتتكرر سواء في الأفلام أو في إعلانات الشوارع أو على إعلانات مواقع التواصل المختلفة بتأثر طول اليوم عليك
وأنت مش واخد بالك. دي الحقيقة ودي اللعبة اللي لازم تفهمها، ولازم تفهم أنت بتتعرّض لإيه. لو وصلت للجزء ده من الحلقة معانا وعجبك المحتوى، ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. أنا نرمين هيكل، هابقى مبسوطة وأنا معاكم إن شاء الله كل خميس في قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر لوحدها.